ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عارفه اني مختفيه ليا فتره شويه كده، بس اي حد يشوف الفيديو ده يا ريت يدعي لي اعدي الفتره دي على خير وامنا بالسلامه. المهم مش هطول عليكم. فيديو النهارده هيبقى عن تطويل الضوافر، إيه، وهتكلم عن قطرة نيل ورأيي فيها واذا كانت هي حلوه فعلا وبتطول ولا لا. فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو. طيب، ايه هي قطرة نيل؟ هي دي انا بجد فعلا ضاعت من عندي، انا حتى مش لاقياها، بس هي دي. إيه، كذا حد بيتكلم عنها وطلع ليها شويه، على فكره هي طالعه من زمان قوي بس انا لسه مجرباها مؤخرا. طيب، قبل ما اقول اي حاجه خالص، عشان تطلعي بنتيجة كويسة من اي برودكت انتي بتستخدميه سواء لشعرك او لضوافرك، لازم تتأكدي 1000000% ان انتي الفيتامين اللي في جسمك مظبوطين ومفيش اي فيتامين في جسمك ناقص خالص. عشان لو عندك فيتامين ناقص في جسمك وبتستخدمي، لو عملتي ايه وجبتي وصفة من المريخ الاحمر مش هتطول معاكي، ولا هتطول شعر ولا هتطول ضوافر. فلازم تتأكدي ان كله مظبوط و100%. اتأكدنا ان كله مظبوط، فيتامين كويس، كل حاجة زي الفل، نبدأ بقى نجيب اي برودكت. انا بتكلم عن الشعر وضوافر، بس تخصصنا النهاردة بالظبط هو الضوافر. طيب، اتممتي ان كل حاجة خلاص زي الفل وانتي كويسة، نبدأ بقى نجيب منتجات نيل. رأيي فيها، انا مش هعرف اديكوا رأيي كامل لان هي بتختلف من بني ادم للتاني. انا معايا ممكن تبقى جايبه نتيجه كويسه جدا، مع حد تاني ما تبقاش جايبه نتيجه، وهكذا في اي وصفه انا بنزلها. ممكن وصفه ما تبقاش جابت نتيجه مع فلان الفلاني، بس مع فلان التاني تجيب نتيجه وتبقى كويسه جدا. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر ان انا انزل بدايل دايما، وبحيث ان دي ما جابتش تجرب دي ما جابتش تجربي دي، وهكذا. طيب، هي بتطول ولا لا؟ بتطول وجميله جدا للضوافر، وحاجه هاديه ورايقه كده وتحفه. طيب، سعرها كان عامل كام في الصيدليات؟ كان عامل حوالي 35 جنيه، من بين 35 ل40 جنيه، مش هتبقى اغلى من كده. انا مش عارفه دلوقتي هي وصلت كام، انا بتكلم لما انا كنت جايباها، ليا شويه وضاعت من عندي، يعني انا ملحقتش ان انا اصور عليها، ضاعت على طول من عندي. بس هتستخدميها ازاي؟ هتستخدميها كل يوم على ضوافر فاضيه، مش محتاجه ان انت تبقي حاطه مانيكير خالص. انت هتستخدميها على ضوافر فاضيه وبتحطيها هنا اهو كده اهو، يعني هنركز ان هي تتحط على الجلد، وان انت تعملي مساج كده اهو للضافر نفسه عشان هو يتشرب من الماده بتاعه القطره نفسها. اي حاجه تستخدميها عايزه استمرار، والنبي بلاش نستخدم الحاجه مره ولا مرتين، سواء هنا او هنا وعايزين تجيب لنا نتيجه خرافيه. مفيش الكلام ده، الكلام ده مش واقعي خالص. حاجه عايزه استمرار استمرار، هتستمري عليها هتديكي نتيجة فوق الممتاز. اي وصفة في الدنيا عايزة استمرار عليها. خلي ايدك فاضية فترة شوية واستمري عليها كل يوم، حطيها واعملي مساج لضوافرك وفعلا هتلاحظوا الفرق. بس تتأكدي الاول ان انتي الفيتامين اللي في جسمك مظبوط من جميع النواحي، مفيش اي حاجة ناقصة خالص، ولا انتي عندك مشكلة في حاجة في جسمك عشان تشوفي نتيجة كويسة. وما يبقاش ان انا طالعة اقولك برودكت او اقولك منتج في الهواء خالص. سواء وصفه من البيت، حتى لو هتعملي وصفه من البيت ومش هتبقى مكلفاكي خالص، بس برضو لازم تاكدي ان كل حاجه زي الفل عشان تجيب معاكي نتيجه كويسه. ولو مش عايزه تكلفي نفسك خالص، في وصفات كتير قوي على القناه ان انت تطولي بيها ضوافرك من البيت، والفتره الجايه كلها هتبقى عن تطويل الضوافر والشعر والحاجات اللي المنعنشه دي. بس انا كده قلت رايي، وبجد يا ريت اي برودكت تستخدميه تستمري عليه، واشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي.